قاعد انت واصحابك على قهوة ومش لاقيين حاجة تعملوها، ما تيجي نطلع لنا نظرية. دي وجهة نظري في نظرية الميدالية الفضية. معمول عليها فرضيات وسيرفيز وحاجة اللي هو واو. لكن الموضوع بتاع المركز التاني وفرحته اللي لا تعادل شيء بالنسبة لفرحة الشخص اللي في المركز التالت حاجة بروباجندا كبيرة جدا. بس لو جينا نبص على الموضوع بشكل عام وجينا افترضنا مثلا ان احنا نتكلم عن فريق وماتش، فلما كان بيتلعب على الماتش النهائي في فريق في الاخر قدر يتأهل وده كانت فرحته رهيبة جدا ان هو هيلعب على النهائي، وفي فريق تاني للأسف كان زعلان جدا وكان حزين ان هو ما قدرش يتأهل النهائي، وهو ده اللي اخد الميدالية البرونزية. فهنا كان حزين جدا، وفي الاخر فرح جدا لما اخد الميدالية البرونزية، لكن حزنه كان ان هو ما قدرش يلعب على النهائي. في المقابل نفس الموضوع للشخص بتاع الميدالية الفضية، فده حزن في وقت ما وفرح في وقت ما، والعكس حصل في وقت تاني، وده شيء طبيعي. الموضوع ولا محتاج فرضيات ولا محتاج يتبنى على اساسه نظريات وكلام ملوش اي لازمه. ومن هنا انا كمان هعمل نظريه ملهاش اي لازمه، خلينا نسميها كله حلو. افرح دايما بالنتيجه اللي بتاخدها. افرح دايما لو بتلعب ماتش نتيجه الماتش هتطلع ايه. دايما استغل ده اللي انت تطور نفسك. طلعت الاول اوعى تتكبر وتحس ان انت مفيش زيك. طلعت التالت ولا الرابع ما تزعلش، واستغل ده اللي انت تطور من مهاراتك وقدراتك عشان تكون احسن. دي نظريتي، الحمد لله على كل شيء. take it or leave it. مع السلامة.